ولكن هذا الكتاب أيها الإخوة لم ينزل إلا للتدبر وللتفكر وللعمل به. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن نتدبر كتاب الله وأن نقف عند معانيه العظيمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك. فكم مرت علينا يا عباد الله هذه الآية، وكم مر علينا هذا النداء من الرحمن: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود: فإذا سمعتها فأرع لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه.